وفيديو جديد. فكرت قبل كده تعرف كل المعلومات عن الموبايل بتاعك من حيث المعالج بقى ونظام الاندرويد اللي انت عليه، وكمان الرامات والمستخدم منها قد ايه، وحتى المعالج تقدر تعرف عنه معلومات اكتر لما تضغط على دي وتعرف اي معلومة عايزها عنه، وكمان تقدر تعرف الذاكرة كام وباقي منها كام والبطارية وتفاصيل اكتر عنها، وكمان معلومات عن الشاشة ومقاسها والكاميرات وحاجات تانية كتير. ده كله في تطبيق واحد بس وهو GCPU. والتطبيق التاني بقى وده بيخليك توطي اضاءة الموبايل بتاعك اكتر ما هي متوطية اصلا. فاحنا مثلا ممكن نوطي الاضاءة للاخر كده ونفتح التطبيق وتتحكم هنا بقى في مستوى السطوع اللي انت عايزه، بس خلي بالك يعني ما تعليش البتاعة دي للاخر عشان انت نفسك ممكن ما تشوفش. فالتطبيق ده اسمه سكرين ديمر، وفي حاجات تانية كتير يعني مش بس دي تقدر تجربها، ويمكن هي دي اهم ميزة فيه يعني، وهتنفعك مثلا لو انت في المواصلات او لو انت عايز تخبي الشاشة بتاعتك عن اي حد قاعد جنبك يعني، او حتى ممكن تستخدمها وانت طافي الانوار بتاعة الاوضة بتاعتك. اي حاجة AI ترانسليت تطبيق هيخليك تترجم اي حاجه مكتوبه على الشاشه من اي لغه للغه العربيه مثلا، فهتحمله وتفتحه. وطبعا اي تطبيق لو طلب منك اي صلاحيات يعني فبتديها له. وفي فروم فهنا بتختار اللغه اللي انت عايز تترجم منها، وليكن مثلا الانجليزي، وتو بتختار اللغه العربيه اللي انت عايز تترجم ليها، وبعدين تتك ستارت اللي تحت دي وبس. دلوقتي مثلا تعال نروح نفتح اي موقع بالانجليزي، وبمجرد ما تضغط على الايقونه بتاعته بيبدا يترجم كل المكتوب في الشاشه بالشكل ده كده. المهم بقى دلوقتي انك تعمل لايك للفيديو، ولو لسه ما اشتركتش فاشترك في القناة وفعل الجرس على الكل كمان. وعلى فكرة الفترة اللي فاتت دي بنقدم فيديوهات كده على تيك توك، فيديوهات قصيرة شوية، فلو عندك تيك توك ما تنساش تعمل فولو كمان هناك، ولينكات كل المواقع بتاعتي ده هتلاقيها تحت في الديسكريبشن يعني. وبس تعالى نكمل. وان ايدج بصراحة تطبيق فيه مميزات كتير، بيتلخص يعني في الاخر ان هو بيحط لك خط كده على يمين الشاشة او على شمالها، ولو شديت الخط ده بيظهر لك اختصارات كده لتطبيقات معينة انت بتكون محددها، ولو شديت كده تاني ممكن يظهر لك النوتس مثلا اللي انت كاتبها، او مثلا ستوب واتش زي كده. ده كله انت اللي بتتحكم في ترتيبه لما بتدخل على التطبيق، وبتلاقي الحاجات دي كلها اولهم ابس مثلا. ولو عملت اديت اللي تحت دي هتقدر تختار تطبيقات معينه، ولو شديت يمين كده بتلاقي ان التطبيقات دي هي اللي بتظهر لك يعني كاختصارات يعني تقدر تدخل ليها لو انت مثلا فاتح فيسبوك وعايز تروح لاي تطبيق تاني بسرعه يعني، فبتروح شادد يمين الشاشه وتختار التطبيق اللي انت عايزه. وكمان لو شديت يمين تاني بيظهر لك حاجات تانية كتير غير التطبيقات اللي انت محددها بس. ولو عايز تتحكم في ترتيب الحاجات دي كلها ومثلا تشيل حاجه وتحط حاجه، فتقدر من التطبيق انك لو جيت شديت يمين كده فبيظهر لك الحاجات دي كلها. ولو عايز تخفي حاجه منهم ممكن تضغط على الصح اللي فوق عشان الحاجه دي تتشال يعني من الترتيب بتاعها. الذكاء الاصطناعي بقى عامل شغل جامد الفتره دي، فبالتطبيق ده تقدر تكتب له اي حاجه عايز تتخيلها كصوره وتتك جنريت اللي تحت دي، وهنا هيبدا يظهر لك اي حاجه انت تخيلتها. وهنا مثلا تقدر تعمل ريميكس للصوره، فبترفع له اي صوره وتكتب الحاجه اللي انت عايز تعملها. فوليكن مثلا هقول له حطني على المريخ مثلا، وتستنى شويه. ايه ده؟ بص هو انت بحاول يعني تختار صورة تبقى واضحة عشان الذكاء الاصطناعي ما يشغلش مخه يعني. فبس التطبيق اسمه ايماجين. شايف بقى الخلفيات الرايقة دي واللي تقدر تحطها في الهوم سكرين واللوك سكرين، والتطبيق اصلا شكله وانت بتختار الخلفية منه كده يفتح النفس. فوليكن مثلا عجبتك اي خلفية زي دي فهتختارها، ونختار عايزينها بقى هوم سكرين ولا لوك سكرين. والتطبيق بقى مليان خلفيات، وبصراحة كلها خلفيات جامدة يعني. فالتطبيق اسمه وان فور وول. تقريبا كروم هو اتقل متصفح وكلنا بنستخدمه، وتبقى مصيبة بقى لو عايز تستخدمه على الموبايل قديم مثلا فممكن ما يفتحش اصلا. فالمتصفح ده او الابليكيشن ده اللي هو اسمه ويب اب هيعمل لك اسهل متصفح هتشوفه في حياتك. تقدر تفتح منه مثلا فيسبوك او يوتيوب او مواقع تانية كتير يعني مش دول بس. فمثلا لو عايز تضيف اي موقع تاني غير دول ممكن تيجي على كرييت اب اللي فوق دي وتحط هنا رابط الموقع اللي انت عايزه، وهتلاقيه اتضاف تحت كده مع التطبيقات دي كلها، ولما تضغط عليه يعني هيفتح معاك على طول الموقع اللي انت اخترته. فتطبيق حلو بصراحة ويستاهل ان هو يتضاف للفيديو اللي فات، مش الفيديو ده بس، اللي هو الفيديو اللي فات اللي كان تعمل ايه بموبايلك القديم. فلو ما شفتوش هسيب لك اللينك بتاعه في الاي اللي هنا، وكمان هسيبه لك برده في اول كومنت تقدر تدخل تشوفه. وعامة هو فيديو حلو يعني فانصحك تدخل تشوفه. وزي ما احنا قلنا ان الذكاء الاصطناعي بيعمل حاجات كتير الفترة دي، وكلها حاجات حلوة ممكن تسهل عليك حياتك مش بس استخدامك للموبايل. فتطبيق عربي AI، وهو ده كان موقع الاول فعملوا له تطبيق تقريبا، فهو عامة كموقع او كتطبيق فهو بيقدم لك حاجات كتير تقدر تعملها منه. فعندك مثلا اول حاجة انك تكلم حد بالذكاء الاصطناعي وتطلب منه مثلا ان هو يكتب لك قصة قصيرة او اي اقتراح من دول يعني، او حتى تقدر تكلمه من هنا في اي موضوع نفسك فيه اكنك بتكلم واحد صاحبك مثلا. ومن الحاجة التانية تقدر تتخيل اي حاجة بالذكاء الاصطناعي لما تكتب له هنا اي حاجة انت بتتخيلها وهيظهر لك اللي انت تخيلته. والاداة الاخيرة بقى دي اجمد حاجة في التطبيق كله، ان هو مثلا ممكن يساعدك في شغلك ان هو يكتب لك ايميل، او حتى ممكن يكتب لك سكريبت فيديو او فكرة فيديو لتيك توك. وبصراحة اسلوبه في الكتابة جامد يعني. فلو انت حتى منشئ محتوى محترف
فممكن تستخدمه عامة يعني. فمثلا ممكن تطلب منه فكرة عن أفضل ماوس مثلا، فهو بيديك أفضل ماوس وبيديك كمان السكريبت اللي أنت هتقوله، وكمان بيديك نصايح إزاي تقدم الفكرة دي للناس وتصور إيه في الثانية كام والكلام ده كله. فبصراحة فكرة حلوة يعني، ممكن نستخدمه الفترة اللي جاية. ولو شديت يمين ويمين ويمين كمان فبيظهر لك حاجات تانية كتير تقدر تعملها بيه، وأنا يعني مش هعرف أقول لك ده كله في فيديو واحد، بس إحنا ممكن نعمل فيديو كامل عن التطبيق ده بس أصلا. فنروح بقى للتطبيق الأخير وهو ويدجت. ولما بتدخل على التطبيق ده بيظهر لك كده قول السؤال تاني. ولما بتدخل على التطبيق ده بيظهر لك بقى ويدجكت يعني طالما ثانية واحدة. ولما بتدخل بقى على التطبيق ده بيظهر لك ويدجكتس، لا فالمهم يعني لما بتدخل على التطبيق ده بيعمل لك ويدجكتات كتير كده، اللي هو جمع ويدجكت واحدة، وانا اصلا مش عارف بقولها صح ولا غلط. المهم يعني انت فاهم قصدي طبعا. فبيكون هنا في جمع ويدجكت كتير، زي مثلا الموسيقى واللي تقدر تضيفها بكذا شكل على الهوم سكرين بتاعتك، وويدجكت تانية زي الساعة مثلا او التقويم او حتى معلومات عن موبايلك. كل ده تقدر تضيفه بكذا شكل مش شكل واحد بس. فتطبيق بصراحة حلو يعني، وجربه هتلاقيه على جوجل بلاي. فبس كده 9 تطبيقات، وبصراحة انصحك انك تجربهم كلهم. والسؤال اللي اكيد هتسأله اشمعنى 9، فما اعرفش، هما 9 حلوين. المهم دلوقتي انك تعمل لايك للفيديو عشان الفيديو ده يعدي، واشتراك وفعل الجرس والكلام ده كله. وبس كده، سلام.